السلام عليكم، صبحكم الله بالخير وشلونكم؟ طيبين ان شاء الله. زي ما تعرفون ان الايام دي لمدة 40 يوم راح تكون الحرارة شديدة جدا. امس الصباح الساعة 11 ونص برت درجة الحرارة 45. الله يرحمنا برحمته، الله يرحمنا وإياكم برحمته. طبعا يا اخوان، في هذه الاجواء فرصة عظيمة للاجر، يعني افضل الاجر الصدقة، وافضل الصدقة هي سقيا الماء. فرصة، يعني يا اخوان، اللي رايح دوامه، جاي من دوامه، رايح الكليه، جاي من الكليه، عنده شغل طالع، ياخذ له كرتون مويه بنص بارد، يوزع العماله بطريقه هو رايح ولا جاي. هالعماله تلقاهم تحت حراره الشمس يدورون بس اللي يسقيهم هالماء. ففرصه عظيمه انك انت تكون لك الاجر، والله اجر عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: في كل كبد رطبه اجر. حتى الحيوانات يا اخوان، اوريكم مقاطع الحين الحيوانات بشده الحراره شو تسوي. شوف والله جاي عادي يحسب ما في احد. شوف المستر، شوف جاي ولي وين. هلا الموت جاي. شوف سلم نفسك. شوف جاي يمين راح يمين يمين. شوف شفتوا هذا كرة اللوري تشوفون. جاك يبقى مفتح علي. وهذا مقطع ثاني بعد الضب يبحث عن الظل. الله يرحمنا برحمته. شوفوا يا اخوان، عيال اغرب ضب شفته في حياتي، يجي ما ينحاش، يجي لين الظل. شو سبحان الله، يجي لين الظل طاقته الشمس مسكين. اغرب ضب. هذا بخصوص الضب. الآن بنشوف الذيب وش يسوي. شلون يسقي الذيب يا ذيبان؟ ذيب يسقي ذيب. ذيب ولا مو ذيب؟ الحيوانات تبحث عن الظل وتبحث عن الماء، فحط لك عند البيت، في ظل البيت موية، على الدريشة، عند الاستراحة، في أي مكان، وتكسب أجر عظيم. يكتب لنا وياكم الأجر العظيم، ويكفينا شر حر الدنيا وحر الآخرة، وحرم الله وجوهنا ووجوهكم على النار.